هاي الضيفة ديال اليوم هي كليلة بونعيلات، ممثلة مغربية، سيناريست ونائبة برلمانية عن حزب الأحرار. كليلة تولدت في مدينة أكادير من أم فاسية وأب صحراوي. هي توأم ديال ديمنا. توفى الأخ ديالها الأكبر بحادثة سير، وبعدها بمدة كيتوفى الأب ديالها. كليلة بالموازاة ديال الأخت ديالها التوأم عندها أخ صغير. كليلة في الطفولة ديالها كانت واحد الطفلة جد خجولة، العكس ديال الأخت ديالها ديمنا. لكن في الكبار غادي تقلب الآية وغادي تولي كليلة هي داك البنت اللي جد اجتماعية، عكس ديمنا اللي ولات حدودية وخجولة نوعا ما. بالنسبة للسياسة فعائلة كليلة معروفة أنها مقاومة ومناضلة، وفكرة ديال السياسة كانت كتراود كليلة منذ الطفولة، بل أنه كان حلم الأحلام ديالها، غير أنه كانت كتستنى الوقت المناسب وكذلك تختار الحزب المناسب بالنسبة ليها. كليلة في خرجتها الإعلامية كانت كتأكد أن ولوجها لعالم السياسة وكذلك وصولها لقبة البرلمان ماشي بهدف أنها دافع على حقوق فقط الفنانين، وإنما تدافع كذلك على قضايا الناس اللي كتنتمي للجهة ديالها. اللي ما كيعرفوش بزاف الناس ان كليلة ولجت عالم الفن بالصدفه، كون ان طاقم العمل تواصل مع الشقيقه ديالها ديمنا اللي كانت انذاك كتواصل الدراسه ديالها بالديار الفرنسيه، وبالتالي كليلة غتمشي دوز كاستينغ. لكن المفاجاه ان كليلة غادي تنجح في الكاستينغ وغادي تشارك في العمل كان سنه 2004 اللي كانت كتمر فيه كليلة بحالة اكتئاب وأزمة نفسية. ملي كتسول كليلة على السبب ديال الحب ديالها والعشق ديالها للفن، كيكون الجواب هو انه كيخليها تهرب من الواقع ديالها والحزن ديالها. كليلة كما كيعرفوا الناس كاملين انها زوجة المخرج الكبير ابراهيم شكيري، عندها 3 الكليبات كتحماق عليهم. هي طباخة ماهرة، رسامة، سيناريست، وكذلك عندها حس كوميدي جد عالي.